السلام عليكم. قبل فترة نزلت فيديو أشكركم على 300 مشترك، وبنفس الوقت طلبت منكم تعطوني أسئلة عشان تتعرفوا علي أكثر وكذا. وفي هذا الفيديو إن شاء الله راح أرد على جميع أسئلتكم. ثواني شباب، هذا أنا من المونتاج أنا أصلا قاعد أمنتج من المونتاج نفسه. المهم أول شيء أنه هذا الفيديو كان لازم ينزل يوم السبت، بس يعني ما لحقت على مونتاج حقه، منتجته يوم السبت، ويعني راح ينزل لكم يوم الأحد. ثاني شيء كنت ساحب على القناة تقريبا 4 أيام ما أدري، والسبب أنه حرفيا كان جدول دراستي مليان بشكل مو طبيعي، حرفيا مليان يا أخي مليان. اوكي الحين خلينا شوي نبعد عن هذه الاشياء وخلينا نركز بالفيديو. فكرة الفيديو اللي هي جاوبت عن اسئلة المتابعين. واول سؤال معنا اللي هو ايش كان هدفك الاساسي في اليوتيوب؟ طبعا هدفي زي اي هدف يوتيوبر او صانع محتوى، اللي هو انه يعني يوصل ارقام زي 1000 وال10000 عشان ليش لا، ويعني كده يطور من محتواه ويصير يوتيوبر ناجح. والسؤال الثاني اللي هو هل تلعب العاب غير ماينكرافت؟ هو صراحة قاعد العب لعبة اللي هي فري فاير، يعني لعبة شورت وكذا باتل رويال، يعني العب مع اصحابي وكذا، يعني تبقى ماينكرافت هي افضل لعبة وافضل لعبة عندي. زائد مبروك 300 مشترك، ان شاء الله 1000 مشترك، وشكرا يا اسطورة، والله انه تعليقك جميل، وان شاء الله نوصل 1000 واكثر. ويلا على التعليق من اندر دراجون. اول شيء انا قرب على 400 مشترك، مبروك. سؤالي هل بجيب 1000 قبل السنة؟ ما ادري. هل انت نوب؟ ما ادري. وليش يسحب؟ والله دراسة وكذا ما ادري. اوكي الاسئلة اللي بعدها من محمد. اول شيء ليش مسحت الفيديو تبعك؟ اللي يقصده انك انت ناشر فيديو عن ميمز او كذا، بس حرفيا نشرته الساعة 2 بالليل وما جاب لي تفاعل، حرفيا 17 مشاهدة ما ادري 8 ساعات، او عشان كذا حذفته. السؤال الثاني اللي هو امتى بتنشر فيديو تبع تقييم الفيديوهات؟ يقصد تقييم القنوات. الفيديو الشورت اللي عملت به سلسلة او سلسلة تقييم قنوات للمتابعين، يعني كل اسبوع او كل اسبوع بنشر فيديوهين او فيديو واحد عشان الدراسة. يا اخي الدراسة، اقول لك الدراسة كلها دراسة، الاسبوع كله دراسة. السؤال الثالث ليش ما تنشر بسرعة؟ زائد كثرة تنشر من سلسلة تقييم القنوات. يا اخي بقول لك دراسة. السؤال الرابع اللي هو تلعب جافا او بدروك؟ طبعا بدروك عشان هاتف. السؤال الخامس من اي دولة؟ طبعا اللي ما يعرف انا من المغرب وبس. يلا على الاسئلة اللي بعدها. يلي اول سؤال هو كيف جمعت 300 مشترك؟ اول نصيحة اللي هي لا توقف، يعني انشر فيديوهات ولا توقف زي انا طبعا. وثاني شيء اللي هي الصور المصغرة والعنوان، يعني هدول اكثر اشياء لازم تهتم بيهم بقناتك. يلا على السؤال اللي بعده اللي هو ايش اليوتيوبر اللي تعتبر قدوة لك؟ يعني صراحة افضل يوتيوبر بالنسبة لي اللي هو فليكس، صراحة يعني بالنسبة لي يعني افضل يوتيوبر. وبس لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اللي ما ظهر تعليقه غالبا بيكونوا الاسئله يعني متكررين نوعا ما. او قبل انهي الفيديو اتمنى منك تحط لايك وتشترك بالقناه عشان نوصل 400 مشترك او اكثر، ليش لا.